اهلا بكم واتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فتح علبه سريع لافضل مروحه تبريد لابتوب فئه سعر اقل من 350 جنيه. المهم عشان ما اطولش عليكم نبدا بفتح العلبه. المروحه من شركه جيرتك وهي فيها 2 مروحه وموديل ستورم كي ال 330 اضاءه زرقاء وشغاله معاك لحد لاب 17. نشوف في حاجه مكتوبه من الخلف يو اس بي 2.0 وهنا تقدر تعليها 2 مروحة، وهنا العرض بتاعها 1.9 سنتي يعني 2 سنتي تقريبا يعني. نفتح مفيش حاجة في العلبة. ما فيهاش اي مستويات، لو عايز تعليها كليبستين دول وبس غالبا اللزجتين دول هيطلعوا مع الوقت، بس يعني هو الارتفاع ده يعني. ده الكيبل ما بيتوصلش في مداخل ولا حاجة، هم حاطين كده. وادي هنا في مروحة نجرب كده. معايا باور بانك انا. هنا الجزء ده شبكي معدن طبعا، ودي المروحتين. بس مش عارف انا ليه سامع صوت المراوح يعني مش صامتة يعني. ومفيش هنا سندات، بس غالبا عشان ارتفاعها مش عالي يعني مفيهاش مستويات عالية، مفيش سندات هنا عشان تخلي اللاب ما يسقطش. وهنا في كيرف كده بسيط نازل لتحت، يعني مش متساوية، فاهمني يعني كده نازلة وهنا في كيرف كده. فلو لاب مثلا يعني استوى واحد هتبقى الحتة دي واقفة في الهواء. والله انا هجربها، طلعت حلوة تستمر، مش حلوة هعمل لها ارجاع. وطبعا دي يعني انا طول ما انا جربتها وعملت عليها فتح علبة وكمان هجربها، تقدر تسألني في التعليقات واوضح لك تجربتي، سواء انا ما عجبتنيش رجعت عليه او عجبتني فاستمريت عليها. المهم ده فتح علبة سريع كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.